هنعمل مقلمتين النهاردة من إعادة التدوير. المقلمتين حلوين قوي وخاماتهم كلها موجودة عندنا في البيت. يلا نشوف الفكرة الأولى. فكرتنا النهاردة فكرة سكر. هنعمل مقلمة كيوت خالص هتعجب الأولاد جدا. ومن إيه؟ من حاجات بسيطة خالص. خليكم معايا هتلاقوا الفكرة بسيطة خالص ونتيجة مبهرة جدا. كل اللي محتاجينه قطع من قماش الجوخ وسوستة وغطاين برطمان واي حاجة حابين تزينوا بيها واي مادة للزق متوفرة عندكم. شفتوا كل الحاجات بسيطة ازاي؟ اول حاجة هنعملها هنمسك السوستة هنقلبها وهنلزقها في طرف القماشة اللي عندنا. السوستة دي مقاس 20 وعرض القماش 20. طول القماشة هيتحدد على حسب غطا البرطمان اللي هتستخدميه. هنقطع القماشة بحيث ان هو يلف على غطا البرطمان كله. بعد ما لزقنا السوستة من جنب واحد هبتدي ألزق غطا البرطمان في القماشة زي ما احنا شايفين كده، واحدة واحدة واحنا بنلزق عشان تطلع مظبوط. خدي بالك ان لازم الغطاين يبقوا قد بعض، ما ينفعش حجمين مختلفين. بعد ما لزقنا اول غطا في القماشة هنشوف لو السوستة طويلة هنقصها. انا هنا كانت سوستة طويلة شوية فقصتها زي ما انتوا شايفين كده. وقولوا لي رأيكم في لون القماش اللي اخترته. انا بحب اللون الاورنج وبحس ان الاطفال بتنجذب ليه. قولوا لي رأيكم فيه وقولوا لي بتحبوا لون ايه. وفي الجنب التاني من السوستة هشيل الزيادة، وعشان السوستة ما تنسلش هلسعها بس كده بالولاعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخدوا بالكم انتوا بتستخدموها. لو وصلتي معايا لحد هنا ولسه ما اشتركتيش اشتركي بسرعة. ودلوقتي هلزق الغطا التاني في القماش بنفس الطريقة اللي فاتت، واحدة واحدة عشان يطلع مظبوط. ودلوقتي القماش طلع عندي طويل شوية حوالي سنتي، فهسيب من الجنبين سنتي في كل جنب بحيث تداري نهايات السوستة. وهبتدي اقص الجزء الزيادة زي ما احنا شايفين بالظبط كده على مهلنا واحنا بنقص عشان تطلع مظبوطة. ودلوقتي هنفتح السوستة ونلزق الجنب التاني منها في القماشة زي ما اتفقنا. اي نوع لزقة هيمشي معانا، بس انا بفضل الصاروخ اللي هو زي الامير ده او مسدس الشمع، الاتنين كويسين جدا. بالمناسبة الصاروخ اللي انا بستخدمه سعره رخيص وبيلزق كويس جدا، بس مشكلته ان هو لو جه على الايد بيعمل زي طبقة كده مش لطيفة. فهنحاول ناخد بالنا لو هنستخدمه ما يجيش على ايدينا، ممكن حتى نلبس جوانتي. ودلوقتي جت مرحلة التزيين، او التزيين ده بقى ذوق كل واحدة على حسب ما الشخص بيحب هيزينها. يلا نشوف انا زينتها ازاي. انا هنا قررت اعمل عيون بالفوم، فقصيت العيون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل بيضاوي، ولزقت جواه شكل بيضاوي تاني لونه ابيض او فضي، واخترتهم يكونوا برونز كده عشان يدوا حياة للمقلمة. تمام. بعد ما قصيناهم هنلزقهم. وبعد كده قصيت قطع بينك بيضاوية برضو علشان هنعملها مناخير. وبعد كده عملنا البق كيوت خالص زي ما انتوا شايفينه كده. وضفت كمان فراشات عسل قوي بتتجاب من محل الخردوات، نستخدمها في الميداليات والاكسسوارز، بس هي شيك قوي هنا وشكلها جميل جميل جميل. طبعا تقدري تزينيها بالشكل اللي يعجبك. ممكن نحط فيونكة ساتان، فيونكة فوم، ممكن زراير، بالشكل اللي يعجبك تقدري تزينيها. ريت تشاركوني رأيكم وأفكاركم اللي حابين تنفذوها. متنسيش لايك وكومنت وشير لاصحابك اللي تحسي انهم مهتمين بالمحتوى بتاعي. وبصوا بتاخد اقلام كتير ازاي، تحط فيها اقلام كتير كتير كتير. ان شاء الله هتعجب الاولاد وهينبسطوا بيها قوي. ويا ريت توروها للاولاد وقولوا لي رايهم فيها ايه. وكمان انا حبيت اضيف لها ميداليه شكلها حلو قوي وهتدي شكل احلى للمقلمه، فانا حبيت اضيفها ليها. وبكده تكون المقلمه جاهزه عندنا، مقلمه سكر وكيوت. شايفين العلبه دي؟ كانت علبه شامبو، دلوقتي هتبقى مقلمه شكلها تحفه وهنعملها في اقل من 5 دقايق. اول حاجه هنجيب العلبه ونغسلها كويس جدا من جوه ونتاكد انها نشفت. بعد كده هنشيل اللزق اللي عليها من بره ده، وبعدين هنحدد على العلبه المكان اللي عايزين نفتحه. هنشيل الجزء اللي فوق ده اللي هو بالغطا. بعد ما قصينا ممكن تلاحظ ان في بروز او حواف حاده. عشان الموضوع يبقى امان اكتر هنغلفها بقماشه، هنلزقها من بره وندخلها جوه العلبه عشان تبقى امان، عشان لو في اي زيادات في البلاستيك ما يأثرش اثناء الاستخدام. احنا دلوقتي هنجيب قماشه، اي قماشه قديمه عندك اغسليها وكويها كده وظبطيها. هنستخدمها لتغليف المقلمه. اول حاجه هنعملها هناخد سنتي من فوق ونخيط بعديه
زي ما احنا شايفين كده، عشان بعد كده هنعرف ده هنستخدمه في ايه. بعد ما خيطنا الجزء اللي فوق هيكون شكله كده. دلوقتي هنقلب القماش برضو ونقفل بقية الجوانب. الجنبين اللي مفتوحين عندنا هنقفلهم بالخياطة، ونتأكد ان احنا متخيطين كويس. لو مش بنحب الخياطة ممكن نلزقه عادي بشمع او امير او اي نوع لزق برضو. بعد ما خلصنا الخياطة هنقلبها بقى عشان تبقى معدولة. طبعا احنا بنخيط على الجنب الداخلي. بعد ما عدلناها هندخل بقى المقلمة فيها، بس قبل ما ندخلها هنحط فيها لزق من تحت علشان تبقى ثابتة وما تتحركش معانا، وندخل العلبة جوه الكفر بالقماش زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنستخدم شريط او رباط او اي حاجة متوفرة عندك علشان نقفل بيها المقلمة من فوق. انا كان عندي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو بيبقى موجود في محلات الخردوات. لو مش موجود عندك ممكن تستخدموا اي شريط ستان او اي رباط موجود عندك. كده انا دخلته وربطته كويس، وكده المقلمة جاهزة عندنا. نقدر نوقف لحد هنا ونقدر نكمل لو حابين ندي شكل جمالي للمقلمة. بصوا كده معايا، هتلاقوا المقلمة واخدة اقلام كتير قوي، وكمان لسه فاضي ممكن نحط كمان. طيب هنيجي بقى لوقت التزيين، وده من الحاجات الحلوة قوي اللي انا بحبها. انا اخترت ان انا اكتب اسم الشخص اللي هياخدها عليها بس بشكل مختلف شوية. قطعت مستطيل من الكرتون، وهنقطع كمان مستطيل تاني خارجي يكون مفرغ بحيث نكتب جواه الاسم. وبعدين جبت ورق استنسل، او انا هنا استخدمت مذكرة قديمة، اخدت حتة من الكفر بتاعها وحطيت هنا خرز صغير كده بحيث يدي صوت للمقلمة، وقفلت الشكل الخارجي مستطيل تاني بالفوم. وبس كده المقلمة جاهزة عندنا. لو عجبتك الفكرة متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تشوف افكار اكتر زي دي، وقولي في التعليقات تحب ننفذ فكرة ايه تاني.